في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا فيها عن الهكسوس وإزاي دخلوا مصر وإزاي الملك أحمس الأول قدر يتخلص منهم نهائياً. في الحلقة دي هكمل معاكم تاني ملك في الأسرة ال18 وهو الملك أمنحتب الأول. بعد وفاة أحمس مسك الحكم ابنه أمنحتب الأول اللي كان ابنه من زوجته الملكة أحمس نفرتاري. في البداية ما كانش هو الوريث المتوقع للعرش لأن كان ليه إخوات أكبر منه لكنهم ماتوا قبل ما يحكموا، فبقى هو الوريث. في بعض الروايات بتقول إن أمنحتب الأول كان صغير في السن لما بقى ملك، وعشان كده أمه الملكة أحمس نفرتاري ساعدته في إدارة شؤون الحكم. وكان من إنجازات أمنحتب الأول إنه قاد حملات عسكرية ناجحة في النوبة ومد حدود مصر هناك. في إشارات إنه قام بحملات في ليبيا كمان واهتم بالبناء والتعمير خصوصاً في معبد الكرنك. أمنحتب الحكم حوالي 21 سنة. بعد وفاته المصريين قدسوه هو وأمه، وده دليل على حبهم الكبير وتقديرهم ليه لأن كانت معاملته طيبة مع الناس. بعد ما أمنحتب الأول مات حصل سؤال كبير في البلاط الملكي، مين اللي هيمسك الحكم؟ وده لأن أمنحتب ما كانش عنده أولاد ذكور وساب الحكم مفتوح شوية. بس كان في راجل قوي جدا في الجيش اسمه تحتمس الأول، كان قائد عسكري وليه إنجازات كتير، ويعتقد إن أمه ما كانتش من العيلة الملكية. وده معناه إن تحتمس الأول ما كانش ليه صلة مباشرة بالدم الملكي، لأن عارفين إن الحكم وقتها كان بيتوارث عن طريق الأم ولازم تكون من بيت ملكي. لكن في أدلة على إنه تحتمس كان متجوز واحدة من عيلة ملكية اسمها أحمس، ممكن تكون أخت أو قريبة تحتمس الأول. الجواز ده اداه صلة بالعيلة الملكية وعزز فرصته في تولي الحكم. وبجانب الجواز تحتمس كان ليه سجل حافل كقائد عسكري ناجح، وده خلاه مرشح قوي للحكم. بدأت فترة حكمه اللي استمرت 13 سنة. في الفترة دي تحتمس قام بكذا حملة عسكرية. أول حملة لما واجه تمرد في النوبة وقادها بنفسه وقدر فعلا يهزم النوبيين وقتل زعيمهم في المعركة، وده كان رسالة قوية لأي حد يفكر يتمرد. وبعد النصر أمر ببناء قناة تسهل السفر والتجارة بين مصر والنوبة. وفي السنة الرابعة من حكمه حصل تمرد تاني في النوبة، فتحتمس قاد حملة جديدة ووصل بجيشه لغاية الشلال الرابع، وده كان أبعد نقطة وصل ليها المصريين في الجنوب وقتها، وناقش اسمه على الصخور هناك علشان يثبت سيطرة مصر على المنطقة بعد ما خلاص أمن الجنوب. شاف إن في تهديدات من قبائل في منطقة الشمال الشرقية، فما وقفش وقرر يقود حملة عسكرية لهناك لغاية ما وصل لنهر الفرات في سوريا. وبعد النصر اللي حققه نصب لوحة تذكارية على ضفة نهر الفرات بتعلن إن ده الحد الشمالي للإمبراطورية المصرية، وبيعتقد إنه أول ملك يدفن في وادي الملوك، وده كان تغيير في تقاليد الدفن الملكية بعيد عن الأهرامات. لكن بعد كده اتنقلت المومياء بتاعته لمقبرة بنته الملكة حتشبسوت. مفيش معلومات عن سبب وفاة تحتمس الأول، لكن بعض الفحوصات اللي اتعملت على الموميا بتاعته بتشير لأنه كان بيعاني من التهاب في المفاصل، وربما إنه تعرض لكسر في الحوض خلال حياته. بعد وفاته تولى ابنه تحتمس لتاني الحكم اللي كان من زوجته الثانوية موت نفرت، وتزوج أخته الملكة حتشبسوت اللي كانت بنت تحتمس الأول من زوجته الرئيسية أحمس حنتتاوي، وده علشان يعزز شرعيته حكم. تحتمس الثاني لفترة قصيرة بيعتقد إنها ما زادتش عن 5 سنين، وخلالها قام بحملات عسكرية في النوبة، ووضع كمان لوحة تذكارية بجوار الشلال الثالث لتأكيد نفوذه. اتوفى تحتمس الثاني ودفنت المومياء في مقبرة في وادي الملوك، ولكن بسبب تعرض المقبرة للنهب نقلت لخبيئة في الدير البحري، وحالا معروضة في المتحف المصري. في الحلقة الجاية هنتكلم عن 2 من أشهر الملوك، وهما الملكة حتشبسوت والملك تحتمس الثالث. فأتمنى تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان توصلكم الحلقات الجاية إن شاء الله.